الان نعطيكم بالجمله ومن بعد كده نبدا ندخل لكم بالمفصل، كل واحد الملف تاعو. اللي راني نقول لكم باللي فلان نقول له وجد روحه، معناتها وجد روحك للايام القادمه، وجد روحك للحمام السخون، حمام عبد الرؤوف السخون اللي راح تعمم تتكيس تكياسه مليح. واش معناتها كنهضر عليك اليوم معناتها خلاص اليوم نسيتك؟ لا، اليوم راني قلت لك وجد روحك. انتظر المفاجآت المدوية في قادم الأيام. الشيء المهم اللي لازم يفهمه الشعب الجزائري، الشيء المهم اللي لازم يفهمه الشعب الجزائري هو أنه مثلا جيش النيجر عندهم عدد أفراد الجيش قليل جدا، اللي هو كان 35,000 جندي وضابط. جيش النيجر اللي هو على حدودنا، اللي عندهم الإرهاب، الفقر، التهريب، كل أنواع التهريب، تهريب الأسلحة، تهريب البشر، تهريب الذهب، تهريب المخدرات، كل شيء. هذا جيش النيجر اللي هي دولة كبيرة، قارة يعني مساحة كبيرة وفيها خيرات، فيها اليورانيوم، فيها الذهب، فيها الحديد، فيها الفوسفور، فيها كل شيء أنواع اللذة. عندهم 35 عنصر في الجيش بكرية سابقا، نتيجة الأزمة الاقتصادية اللي عايشينها، ودائما ياخذوا قروض من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والدول وكذا. صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية فرضوا عليهم، قال لهم انتم عندكم مشاكل وعندكم يعني فقر وعندكم أزمة وزايدين مخدمين الجيش، وعلاش راكم مخدمينهم؟ نقصوا، ما ديروناش الجيش بزاف لأنه مصاريف. الجيش فيهم يعني أكل وشرب ولبسة ورواتب وكذا، قال لهم نقصوا. وشحال نقصوا؟ قال نقصوا نص، كيف ما نقدروش، قال نقصوا على الأقل 15,000.